نعلمهم يكسروا بمعاولهم صنام الملوك المحنطة فوق سوار الابراج. زمن كان فيه الحب والسيف وجهان لعملة واحدة، كلاهما يكتب التاريخ ويصنع مصائر الحروب ومسار الحضارات. زمن نغوص في أعماقه عبر مسرحية الحب المفقود التي عرضت بالمسرح الجهوي بعاصمة الثقافة العربية قسنطينة لمخرجها أحمد بن عيسى. نوميديا مرت بمرحلة مفصلية. ما سنسن كان يحارب من أجل قرطاج، بعثته قرطاج، وحنا بعثوه إلى إيبيريا ذاك الوقت من أجل قرطاج، ولكن في ذاك الوقت خذوا له الملك نتاعو، ومنهم يعني سيفاكس أخذوا له الملك، سجنوا له الوالدة نتاعو أمه، ثم خذوا منه الحبيبة اللي هي سوفونيسبا اللي تربى معها لاج دو 12 في قرطاج، ولكن يعني أزروبال مد سوفونيسبا السيفاكس اللي كانت عمره 47 48 سنه من اجل تحالف بين النوميديا وقرطاج ضد الرومان اون برانسيب. المسرحية تطرقت إلى حقبة تاريخية فاصلة تقاتل فيها ماسينيسن وسفاكس، أبناء الدم والأرض الواحدة، واللذان تقاسما حب سوفونيسبا. خلت أرضها، هذا كان كله من أجل حبها الوطن، وضحت بحبها، رهنت نفسها، ضحت مام وصلت بوها وين عزلوه كي تحلاوه كي قاموا باحتلال قرطاج. كاتب النص أكد أنه قدم هذا العمل من منطلق أنه التزم اتجاه حقبة من تاريخ الأمازيغ وشمال أفريقيا وبالضبط سيرتا، مؤكدا على إعطاء فرصة لمجموعة من الأسماء الشابة للمشاركة. احنا ماذا بينا لا ريليف، هاد الشباب نتعلموا معاهم ويتعلموا معنا في ربما نصوص تكون ارجاع المسرح الى المسرح. ان شاء الله تتمتعوا بالعرض نتاعنا، اروحوا تشوفوا العروض نتاعنا. مرحبا بكم في مسرح قسنطينة. سوفونيسبا، المرأة الجميلة اختارت في النهاية الانتحار بالسم في أرض أجدادها على أن تسقط غنيمة حرب في يد جيش روما، وهذا مصير الأحرار في بلد لطالما كان حراً.